ما شاء الله بداية مبشرة. نادي بيراميدز اتطرد منه لاعب، قلنا العدالة هتاخد مجراها، والتحكيم السنة دي ما شاء الله عليه هيبقى فيه شفافية. شوية لقينا ان طبعا بين الشوطين الراجل جات له مكالمة ما ينفعش اللي انت بتعمله مع بيراميدز، والله اعلم يعني ده تخيلاتي، لكن اللي شفناه في الشوط الثاني يوحي ان هو جاله مكالمة فعلا وحذره. دليل على كده ان بيراميدز عليها ضربة جزاء بتاعت مروان حمدي، ايده خبطة الكورة، ايده نازلة للكورة مش الكورة اللي جت عليها، يعني ايده هي اللي راحت للكورة ومنعتها توصل للمهاجم بتاع وادي دجلة، ورغم ان الحكم رجع للفار ما حسبهاش ضربة جزاء، وكان لازم واحد من وادي دجلة يطرد في بداية الشوط الثاني. نيجي لمباراة الزمالك، طبعا كانوا متعدين 0-0 لحد الدقيقة 80 أو 84 حاجة زي كده. في الشوط الثاني الواد اللي هو في نص الملعب اسمه دونجا عمل مخالفة زي بتاعة الكارت اللي اتطرد عليها بالظبط، نفس مخالفة الكارت اللي اتطرد عليها في ماتش بيراميدز، ولكن الحكم البنا واقف جنبيها وما خدش باله منها، مش باينة ليه؟ لأنه عنده انذار والزمالك متعادل يعني 0-0، نطرد منهم لعيب يقوم يتغلبوا في أول مباراة ما ينفعش طبعا. فشكلنا هنشوف تحكيم السنة دي ربنا يستر، بداية مبشرة يعني.